اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بيكم، برحب بكم جدا في قناتي أسرار الطبخ مع فاطمة. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وأرجو إن انتوا تدوسوا لايك، وإن شاء الله الفيديوهات بتاعتي تعجبكم. في الأول كده هنشوف مع بعض هنعمل ايه النهاردة. طبعا من الصورة الأولانية كده هنعمل كشري مصري. الكشري المصري دي أكلة شعبية معروفة في مصر كلها. الدول العربية طبعا ما تعرفش ان رقم واحد في الاكلات الشعبية هو الكشري. في الاول كده جبت طلعت كده شوية حلل كده ومصافي علشان نبتدي نشتغل. طبعا انا ممكن ان انا اعمل الكشري ده كله في حلة او حلتين وما وسخش مواعين كتير. بس انا يعني ايه، عشان احط كل حاجة جنب بعضها كده بدأت ان انا اطلع اكتر من حلة علشان اخلص كده مرة واحدة، احط كل العيون البوتاجاز مرة واحدة، ما اقعدش استنى كل حاجة تتعمل لوحدها. ومش مشكلة الحلل والحاجات دي بتتغسل بسرعة، مش مشكلة خالص. انا طلعت كده حلة اعمل فيها تسبيكة الطماطم، حلة اقلل البصل واحطه فيها، حلة اعمل فيها الدقة، وحلة اغلي فيها الحمص، وحلة اغلي فيها العدس، وحلة اغلي فيها المكرونة، يعني كلها حلل حلل كده. وبعد كده اغسلها بسرعة بعد الايه، بعد الاكل. نبتدي كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نروح على البوتاجاز نجيب حلة كبيرة، نملاها كده مية ونولع البوتاجاز، نغطي كده على المية علشان أول ما تسخن كده نحط، يعني ساعة ما تغلي ننزل بالمكرونة. طبعا أنا جايبة مكرونة مشكلة، سباكيتي على مكرونة قصيرة، مكرونة يعني تشكيلة مكرونات. بعد كده جبت العدس كده، كنت جايبه عدس بجبة اهو، غسلته وهنزل عليه بمية مغلية وابتدي اخليه يستوي في المية المغلية كده. انا غليت مية في البراد ده، وغطي برضو الحلة بتاعة العدس كده علشان العدس يستوي. جيت على حلة تانية خالص برضو وغليت مية، وطبعا ده حمص، حمص طبيخ، فبرضو غسلته وهنزل عليه بمية مغلية. بس انا هنزل عليه بمية مغلية واغطي عليه، ما ولعش النار عليه دلوقتي، يعني ايه، هستنى شوية يتنقع شوية كده في المية، يعني تقريبا نص ساعة ولا حاجة، عشان ما ياخدش وقت كبير على النار. غطي عليه كده واسيبه. يبقى انا حطيت كده على النار العدس بجبة في حلة، والحمص نقعته في حلة، هولع له، ولعت له. والحلة اللي بعدها ديت هحط فيها المكرونة اول ما المية تغلي. بعدين رحت كده على الرخامة جبت طماطم. كمية الكشري اللي انا هعملها النهاردة هتاخد 3 كيلو طماطم، لان اهم حاجة التسبيكة اللي انا هعملها والدقة، هي ديت اصل المحشي. هاخدهم كده عند الحنفية اغسلهم، نشيل كده الشواشي والحاجات بتاعتهم ديت. طبعا طماطم طازة طازة جميلة خالص اهو. اقل طبق كشري دلوقتي معدي ال20 جنيه وال25 جنيه، فانت لو عملته في البيت هيبقى توفير معاكي جامد اوي. بعد كده انا حطيت ملح وزيت في المية، وهنزل بالمكرونة. انا كنت جايبة مكرونة سايبة، بس الراجل اللي هو العطار عامل لي تشكيلة مكرونات، اسباجيتي ومكرونة صغيرة ووسط، ومكرونة ايه في اشكال كده للمكرونة. فهو عمل لي خلطة منها كده، بس انا مش فاكرة انا كنت جايبة ب20 جنيه ولا ب30 جنيه بصراحة،
لان الفيديو ده انا عاملاه تقريبا بقاله 3 اسابيع او شهر، فانا مش فاكره انه هو عطيني ب20 جنيه ولا ب30 جنيه. فانا قلبتهم كده في الميه. حاولي ان انت ما تهريش المكرونه في السلق عشان ما يطلعش معجن منك الكشري. كده الحمص هو قرب يعني دخل في السوا، والعدس بجبة دخل في السوا، وكله تحت السيطرة. جينا بقى عند الحنفية كده، بغسل الطماطم واحدة واحدة اهو لما تبقى زي الفل، وعنا بقى على كل حاجة كده عشان مفيش حاجة تشط مني. نيجي عند الكبة كده ونبتدي ان احنا نعصر الطماطم. انا كنت عاملة كمية الكمية بتاعة الكشري النهاردة، يعني كمية تكفي تقريبا 20 22 شخص. كانت كمية كبيرة تكفي 20 22 شخص، يعني هي أكلت معايا احنا وكم عدد كمان، تقريبا أكتر من 20. لو انت بتشتري 20 طبق كشري، هيعدي معاكي 350 جنيه. هيعدي معاكي 350 جنيه. لو انت حسبتهم في البيت، تقريبا هجيبهم 120 130 جنيه. شوفوا بقى التوفير قد ايه، وهتظبطيها برضو يعني. هو اصلا الكشري مفيهوش حاجه، مفيش في اي حاجه غير ان انت بتسلقي كل حاجه وبعد كده بتحطيها على بعضها، بس هي مفيش فيها يعني اي حاجه. وهو في اكتر من طريقه ان انت ممكن تعمليه كله في حله واحده، يعني تسلقي كله في حله واحده. ممكن ان انت يعني ايه تسلقي حاجتين مع بعض. ممكن تسلقي كل حاجه لوحدها، وده الاحسن طبعا. يعني انا اول مره النهارده احط العدس بجبه مع الشعريه والرز ويستووا مع بعض. بعد ما العدس ياخد تقريبا 3/4 السوا، هخليه ياخد الربع مع الرز والشعريه. دي طريقه. لكن انا دايما بسلق كل حاجه لوحدها، وفي الاخر بحطهم على الرخامه، كل حاجه لوحدها كل حاجه لوحدها. واللي عايز بيقوم يغرف له طبق من كل حاجه من كل حله. يعني ياخد المكرونة من حلة، الرز بالشعرية من حلة، الحمص من حلة، العدس من حلة، والتسبيكة والخل كله من حلل حلل جنب بعضها كده. بعد كده انا جبت بقى الشعرية اهو، وقفت احمرها، والمكرونة صفيتها وحطيتها تحت مية الحنفية عشان ما تعجنش. حمرت كده الشعرية اهو لغاية ما لونها يبقى وردي كده جميل. طبعا في الوقت ده انا نقيت رز وغسلته وصفيته. انا اكلت من محلات كتير كشري ما كانش فيها حته الرز، ما كانش فيه رز. بلاقيهم حاطين دايما ايه، مكرونه عدس بجبه، حاجات من دي، انواع كتير مكرونات وعدس بجبه. ما شفتش الرز يعني، بس في محلات بتعمله. الله اعلم بقى. بس انا يعني ايه، من المحلات اللي انا جبت منها ما كانش فيها الحته بتاعه الرز دي. فرز بشعريه اهو قلبته اهو، وبعدين هجيب العدس واقلبه عليه واسيبه يكمل سواه مع الرز. دي طريقة ممكن تعجب ناس وما تعجبش ناس. انا عن نفسي ما عجبتنيش يعني. انا عملتها وكنت اول مرة اعملها واخر مرة. يعني هي لما العدس بيبقى لوحده ويستوي لوحده وتطلعيه، تحطيه في حاجة لوحده كده وتعملي الرز بشعرية بس، وبعدين تقلبي في الاخر كله على بعض بقى في الطبق، احلى من ان انت تحط العدس يستوي مع الرز والشعرية. مش عارفة ليه، تقريبا تعود يعني. انا ما تعودتش ان انا اعمله كده. بس انا قلت تغيير، فحطيتهم مع الرز بشعرية، وحطيت عليهم العقد بتاعهم وسبتهم ايه يستووا مع بعض. طبعا انا حطيت المية اهو، هنزل بشوية بهارات بقى، ملح وفلفل وكمون وبابريكا وشطة. ملح وفلفل وكمون وبابريكا وشطة. عقد الرز بس اهو، وهغطي عليه. اسيبه يستوى سوى الرز العادي بقى. غطي كده. كده تمام. والحمص خلاص قرب يستوي خالص اهو.
دي تسبيكة الطماطم. انا عصرت الطماطم وحطيتها على البوتاجاز وسبتها بقى تغلي كده، ونزلت عليها بملح وفلفل وكمون وبابريكا وشطة. ملح وفلفل وكمون وبابريكا وشطة. جيت كده على الرخامة تاني، جبت كمية بصل. ده كان كيلو بصل، كيلو الا بصلاية يعني عشان مبقاش كدابة. وانا بطلع كده من الشنطة، فضلت بصلاية في قلب الشنطة كده، قلت اسيبها لطبخة تانية. وعملت الايه، بقيت يعني عملت الكيلو كله الا واحدة. ابتدي ان انا اقشر بقى الكمية كلها كده. هبقى مجهزة بقى حبة نشا وزيت كتير. طبعا الكل واقف حواليا مستني الكشري، كل البيت من فوق لتحت واقف مستني الكشري. وليهم حق يعني بصراحة. وبعدين هاجي على البوتاجاز كده احط زيت غزير، والبصل حطيت عليه نشا وقلبته. وبعد كده بنزل حبة حبة في زيت غزير كده. بعد كده جبت المكرونة بعد ما غسلتها تحت الحنفية، رجعت قلبتها على الرز بالشعرية والعدس بجبة، ونزلت عليهم بحبة زيت بعد ما قدحتهم علشان ما يبقاش ملزق، يعني ايه اقلبه كده يبقى ايه مفلفل كده وحلو. جيت على الكبة. انا كل المقاطع دي انا صورتها بس مش عارفة راحت فين بصراحة. جبت الكبة وحطيت فيها نص كوباية خل، وحطيت فيها توم وملح وفلفل وكمون وشطة. ورحت جاية على البوتاجاز وحاطة الدقة دي كلها في حلة، وسبتها تغلي غلوتين كده بقد الدقة معايا، وعصرت عليها ليمون. حطيت نص كوباية خل في الكبة، وحطيت ملح وفلفل وكمون وشطة وبابريكا، وحطيت فيها توم. ونزلت على البوتاجاز بالخلطة دي مع شوية مية، وسبتهم يغلوا في بعض كده، ورحت رايحة عصر عليهم ليمونة. والبصل بقى بنزل حبة بحبة كده. وجبت ورق مطبخ، ورق اللي هو الورق بتاع المطبخ، فرشته في طبق. وبدأت ان انا انزل بالبصل بعد ما يتحمر حبة حبة في قلب الايه على المناديل دي، على اساس ان هي تشرب الزيت، والبصل يبقى ايه مخرفش كده معايا، يعني يكون ايه ناشف. انا هعمل 3 4 فصوص توم كده. هقشرهم واقطعهم واسيبهم على جنب كده عشان هشوف هعمل بهم ايه. وهنزل بالبصل حبة حبة، وكل اللي اطلعه احطه على ورق المطبخ على اساس ان هو ينشف معايا. طيب لو انا ما عنديش ورق مطبخ، اجيب ورق كراسة عادي بس يكون ورق ابيض ما فيش فيه اي كتابة خالص، علشان الرصاص اللي فيه ما يبقاش مادة سامة يعني. وننزل بالحاجة اللي احنا عايزينها، هتبقى معايا زي الفل. دي الليمونة هعصرها على الدق اهي كده، واسيبها تغلي غلوتين وبعدين اطفي. لو عندي ازازة او برطمان ممكن ان انا احط الخلطة دي فيه. وعلى الاكل بقى في بولات كده، كل واحد يتحط قدامه بولة وفيها حبة الدقة بتوعه، او تحط البرطمان قدامكم، واللي عايز ياخد من البرطمان على اول ازازة على البتاع على طول الكشري. جبت كمان مكعب مرقة دجاج وحطيته في الدقة دي، يعني ايه تعزيز للطعم. البصل معايا بقى حبة حبة كده في الزيت، ما تحطش كمية كبيرة علشان اللون بتاعها يطلع حلو معاكي. انا عايزة لونه ذهبي. التسبيكة بتاعت الطماطم خلاص خلصت اهي، نقلبها كده. والدقة خلصت كمان، والبصل قرب يخلص اهو. وانا سلقة كل حاجة بقى وحطيتهم في حلة مع بعض، وكله تمام التمام.
اهي. هطفي بقى النار عليها، طفيت اهو، والتسبيكة طفيت عليها، والبصل قربت اخلصه. طبعا تقدري تقطعي البصل حلقات، وتقدري تقطعي جوليان. انا انا عندي في البيت بيحبوه متقطع صغير، يعني انا لما جيت اقطعه جوليان وقلت هعمله النهارده جوليان يا ولاد، قالوا لا احنا عايزينه متقطع صغير، فانا بعمل زي ما هم عايزين بصراحه. فانت لو عايزه تقطعي جوليان او حلقات قطعي، بيبقى بيدي برضو شكل حلو. وتحط عليها حبه نشا وتقلبيه خالص، وبعدين تحمريه في الزيت، هيطلع معاكي ناشف وزي الفل. كده البصل اخد اللون اللي انا عاوزاه، اللون الورد الجميل. اجيب بقى مصفى وابتدي ان انا اصفي البصل في المصفى كده خالص، انزل اي كميه زيت فيه خالص، وبعدين احطه على ورق مطبخ او ورق ابيض كراسه عادي، بس المهم ان هو يكون يعني مفيش فيه كتابه. واسيبه بقى ايه يصفي زيته خالص لغايه ما يقرمش كده معايا. اخلص كل الكميه اللي عندي كده حبه بحبه كده. حاولي ايدك بسرعه كده تشيلي البصل من الزيت علشان ما يفيش حبه منهم يتحرقوا ولا حاجه كده. احط كده كل الكميه مع بعضها في طبق مفروش من تحت كده ورق مناديل يعني او ورق. بعد كده هنزل بحبه الفصوص بقى التوم اللي انا فرمتهم او قطعتهم على ايدي. ساعه ما يديني اللون الاصفر الذهبي الحلو ده، هنزل عليه بمعلقه خل، وبعدين احطه على تسبيكه الطماطم. طبعا تسبيكه الطماطم احط فيها ملح وفلفل وكمون وبابريكا وشطه، احيقها كده واخليها طعمها حلو، وانزل عليها بحبه التوم والخل. بس يبقى خلي بالك وانت بتحط التوم يبقى وطي البوتاجاز شويه عشان ما ترطش عليك. بعد كده بقى الكشري اهو، الحمص والمكرونات، تشكيله المكرونات والعدس بجبه والرز والشعريه كلهم في حله واحده، قلبتهم على بعض اهو. وحله كده فيها البصل المقرمش الجميل، وحله فيها تسبيكه الطماطم، وحله فيها الدقه. اما تبرد خلاص ممكن نحطها في ازازه او في بولات. وهنا طبق الكشري الجميل اللي لو جبت من بره ما تشتروش اقل من 40-50 جنيه. وبالهنا والشفا اللي اكل اي حاجه، وبالهنا والشفا على قلوبكم كلكم. وارجو ان انتوا تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصلك كل جديد. وارجو ان انتوا تشجعوني ولو بتعليق او ان انتوا تدوسوا لايك. طبعا دي كوبايه القهوه الجميله اهي. هنعمل فنجان قهوه كده بعد ما خلصنا مواعيننا، غسلنا حلالنا، غسلنا حاجتنا، ورصينا الكشري كده فوق بعض كده على البوتاجاز. اللي عايز طبق بقى يخش يعمل لنفسه طبق جميل. والقهوة اللي هنعملها بوش جميل كده هنحطها كده ونقعد نشرب القهوة بروقان. وأرجو إن احنا ما ننساش إخواتنا في غزة، إن احنا ندعو لهم دعوة جميلة، وندعو لكل المسلمين إن ربنا ينصرهم في كل مكان، ويبارك لنا في أولادنا يا رب، ويبعد عنهم كل شر. وبالهنا والشفا على قلوبكم كلكم، وتصبحوا على خير.